بس التو فاق في الاخر وبيحط كرة كرباق. الحمد لله انها ما كانتش تحت شويه. عماد متعب كان هيعاقبهم على الهجمات دي ولكن كورته في الشبكه الخارجيه. احمد حسن يرجع تاني بتسديداته الصاروخيه ويحطها فوق العارضه. ونروح بعدها للاشواط الاضافيه. تهديد اول من الكاميرون وسهله في ايد السد العالي لحد ما المعلم ينزل البديل الذهبي محمد ناجي جده، وبيستغل جده الخطأ الدفاعي وبيسجل هدف التقدم لمصر على الكاميرون. وهنشوف بعدها مقولة عاوز تهده جيب له جده، وجده انفجر من اول البطولة دي وبتتقدم مصر 1-0. احمد حسن بيضرب على الحديد وهو سخن ومن كرة ثابتة بيطلق قذيفة تخش مرمى الكاميرون، وحاجة في قمة الجمال من منتخب مصر واداء اسطوري ومباراة تاريخية جديدة. والتو مش لاقي حل مع منتخب مصر. التو كان هيحط هدف حلو ولكن بتعدي منه وما يلحقهاش، وبيصفر بعدها الحكم بفوز منتخب مصر على الكاميرون 3-1. وتستقبل الكاميرون هزيمة جديدة من منتخب مصر. وتوقع الملخص الجاي هيبقى عن مباراة مين؟